مساء الخير يا شباب ويا شابات، معانا حلقة جديدة من منظور بنت ثلاثينية مصرية. وحشتوني قوي وأسفة على الغياب للمرة 500 ألف مليون، بس يعني أظن إن انتوا اتعودتوا على البيس البطيء بتاعي. تاني حاجة، أنا مش شخص بيحب يحرق نفسه بصراحة، مش بيحب يحرق المحتوى ولا بيحب يحرق دماغه، ومش هبرر تاني خلاص. أديكوا شوية أبديتس على اللي بيحصل الفترة دي. اول حاجه، هل يا نور اليوتيوب بيجيب فلوس؟ بيجيب فلوس، اكيد اليوتيوب بيجيب فلوس. مش شايفين كل الكرييترز المطلوقين علينا دول؟ اكيد كل الناس دي بتعمل فلوس، بس لازم تاخد الموضوع بجديه، يعني لازم تاخد الموضوع انها شغلانه. لو خدت الموضوع زي ما انا واخداه كده هوايه، يعني هيبقى عادي. لكن لو خدته كشغلانه وعملت ري انفستمنت، يعني انت الفلوس اللي بتجيلك دي بتاخدها بتعمل بيها حاجات تانية، بتحسن بيها الكواليتي بتاعت الكونتنت بتاعتك، وعندك بلان، وعندك حتى ما حد مثلا بيعمل لك استراتيجي، او انت بتقعد تحط استراتيجي مع نفسك، تحط كونتنت كالندر، مواضيع تتكلم فيها، كل الكلام ده هتتعامل معاها انها شغلانه، هتعمل فلوس كويسه. تفاصيل الموضوع بقى ده ممكن ناخده في فيديو تاني، ولكن ده الملخص. يعني انا طبعا مش عامله كده، انا ما عنديش حد بيساعدني في اي حاجه، ومش عايزه حد يساعدني في اي حاجه، طول ما انا هدفي من الموضوع اللي انتوا شايفينه ده. هنطلع نقعد نتكلم شويه مع بعض كده، نهاف ا جود تايم ونقفل بس خلاص. لاجل غير مسمى بقى، ما اعرفش الموضوع ممكن يتحول لايه، بس انا بحس دايما ان اي حاجه، وكنت عملت فيديو عن الموضوع ده قبل كده، ان لما تحول الشغف لاكل عيش الموضوع بيبقى دمه تقيل شويه، وممكن الكواليتي او جودة الحاجة اللي انت بتطلعها، او حتى مش هقولك الجودة، يعني القيمة المضافة او الادد فاليو للحاجة اللي انت بتعملها هتوه في النص. فاهمين قصدي؟ يعني لو انا بعمل فيديو كل يوم، اكيد مش كل يوم هيبقى الفيديو ده حاجة مفيدة. يا اما انا بقى واحد قاعد بقى بعمل الهوم ورك بتاعي وبعدين هو برضو انا بحس يعني قليل قوي ان الكرييترز اللي عاملين الاتنين، اللي هو قادر يتربح من الكونتنت وقادر يسكيل ويجرو البلاتفورمز وكده، وفي نفس الوقت كونسيستنت او مستمر على ان في قيمه مضافه في كل قطعه محتوى. حاجتين صعبين قوي ان هما يكونوا موجودين مع بعض. ليه؟ هرد على هذا السؤال سريعا. علشان انت في الاخر محكوم بالاودينس بتاعك، انت محكوم بالمتفرجين او الناس اللي بتشوف الكونتنت. فللاسف الشديد الذوق العام رايح ناحية الحاجات اللي ما فيهاش قيمة مضافة. فانت عشان تكبر انت لازم تبتدي تدخل في حتة اللا قيمة مضافة، عشان تكبر وتوصل لشريحة معينة او شريحة اكتر من اللي انت كنت بتستهدفها في الاول. فغصب عن عين اي حد بيحاول يكبر، هو لازم يبتدي ينزل بالقيمة المضافة لتحت. طبعا في ناس مش عاملة كده، يعني في ناس عارفة تظبطها، في ناس ربنا كرمها، وفي حاجات كتير طبعا، بس exceptions. انما العام ايه، السائد ايه؟ يعني انتوا عندكم نظر بقى، اكيد تقدروا تشوفوا الناس بتحب فعلا تتفرج على ايه. فده اول شق في الابديتس. يعني الشق التاني بقى من الابديتس، ان انا بحاول يعني ارجع بالزمن شويه. وقت ما عملت شيكابيكا اكتشفت ان انا في حاجات كتير قوي 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 قوي، مواضيع كتير قوي انا ما تطرقت لهاش. يعني في حاجات انا ما دخلتش فيها، ما اعرفش ليه، بس كنت حاسه ان ايه، ان انا عايزه احط الموضوع في اطار ستوري تيلينج اكتر. فعشان اخلي الموضوع ستوري تيلينج اكتر، يبقى بالنسبه لي انا مثير ان انا احكيه ومثير ان الناس تتفرج عليه، كان لازم يبقى في نقطه بتسلم نقطه، نقطه بتسلم نقطه. بس في حاجات كتير قوي في نص النقط دي بقى ضاعت، تاهت. فلما قعدت فكرت حسيت انه I am not done yet. في جزء كبير جدا أثر على نفسيتي وأثر على حياتي وأثر على حرفيا حاجات لحد دلوقتي بعملها أو ما بعملهاش، هو الناس اللي أنا عشت معاها في بيوت في وقت ما كنت في أمريكا، اللي هي الروم ميت فيز. أنا على مدار 3 سنين من ال7 سنين عشت مع روم ميتس. أوكي، كانت يعتبروا 3 تجارب، بدون دخول في تفاصيل الاكسبيرينس بتاعتي. يعني اللي خلاني في الاخر ان انا في بقيه المده اللي انا قعدتها هناك اختار ان انا اعيش لوحدي، كانت حاجات كتير قوي. كنت حاسه ان الموضوع اكبر من مجرد روم ميت. هو فكره ان انا عايشه مع حد في البيت دي اكبر من مجرد ان في حد بيشاركني المطبخ والحمام.
لا دي حاجه بتاثر على نفسيتي، بتاثر على انتاجيتي في الشغل، بتاثر على تفكيري، بتاثر على راحتي النفسيه جوه البيت وبره البيت. فحسيت ان ده قرار مهم جدا ان هو يتاخد صح، وقرار مهم جدا ان انا لو مش في الوضع الصح اخد القرار الصح. كمان اتفرجت على نتفليكس في دوكيومنتري اسمها The Worst Roommate Ever. ده بقى داخل في حتة خطر شوية، يعني ان الروم ميت او قرار الروم ميت المتهور او السيء، او ان انت حد خدعك، ممكن تتخدع برضو عادي جدا، حد خدعك وقال لك ان هو شخص جميل ولطيف ويلا نعيش مع بعض وبتاع، وانت خدت هذا القرار، حرفيا ممكن يأند اب بحاجة مش عايزة اقول قد ايه وحشة، بس حاجات وحشة قوي. ممكن تبقوا تروحوا تتفرجوا عليه لو انتوا مش عايشين مع روم ميت، عشان بس الموضوع ما يعملكوش تروما. بس انا لما اتفرجت عليه حسيت انه عشان انا عشت ده، ما عشتش الدوكيومنتري، لا ما هو ركزوا معايا بقى، مش عشان انا عشت اللي في الدوكيومنتري، بس عشان انا كنت قريبة قوي من فكرة ان ده ممكن يحصل معايا عادي. فاهمين؟ فكرة ان انت عايش مع حد في البيت، انت كل اللي تعرفه عنه حاجات يعني محدودة، منهم حاجات هو اللي اختار يوريها لك، انت ما رحتش عملت عليه باك جراوند تشيك ولا عملت له فيش وتشبيه، انت في حاجات كتير قوي عن حياته ما تعرفهاش، والشخص ده نايم معاك في نفس البيت في الأوضة اللي جنبك. فيعني البيت بالذات في مكان يعني غريب عنك، انت في غربة، سواء بقى انت في غربة جوه بلدك او في غربة بره بلدك. وبالنسبة لي it's a recovery environment، يعني ده المكان اللي انت بتقعد تصلح فيه كل اللي حصل لك بره. اي دامج بقى حصل لك بره، انت بتشتغل في مكان مزعج فبتروح البيت على اساس تلاقيه هدوء، انت بتشتغل في مكان فيه فوضى وفيه بقى اهدله وفيه الهايجين رايح في داهيه، مطاعم مثلا والحاجات دي راجع ريحتك كفته وحمص وبتاع، فانت راجع البيت على اساس تلاقي environment نظيفه ومكان نظيف تقعد فيه. فايا كان اللي بيحصل بره انت عايز ترممه جوه. فلو انت بقى رجعت على البيت لقيت حد بمايكرو مانجيو من الاخر، يعني حد اللي هو ماسك لك بقى ايه التفاصيل، ممكن يكون شخص مش بالضروره فكره نظافه، ممكن يكون OCD. فانت بقى ايه، طول ما انت قاعد هتلاقي مسجات بصور، يعني هو ده اللي كان بيحصل معايا، مسجات بصور، شعرتين على الارض، منديل معرفش فين، شراب مش عارفه ايه، حاجات بقى اللي هو ما ده مكان انا عايش فيه. ودي ملهاش علاقة بقلة نظافة، دي ممكن تبقى عشوائية، اللي هو انت صاحي بتلبس مثلا فنزلت الشغل بتجري. وبعدين الشخص الOCD ده اصلا بيبقى حتى المكان لو انت منضفه وبص مظبطه وكل حاجة بتبرق وبتلمع، هو برضه هيلاقي فيه حاجة، لان هو عنده ده مرض، ده خلل، يعني ده مش حاجة عادية. دي حاجة من الحاجات اللي انا هتكلم عليها في الفيديو ده كله، يعني دي حاجة من الحاجات اللي انا افتكرتها دلوقتي، كانت حاجه بتعكنن لي يومي، ان اول ما اوصل الشغل الصبح كل يوم الاقي مسج مبعوتالي بسكرين شوت. طب يا جماعه ما احنا let us live يعني. والمشكله ان انا ما كانش عندي الفكر ده، ما كانش عندي الفكر بتاع انا واحده ما عنديش اخوات اصلا، فعمري ما I shared a space مع عمري ما I shared a room مع حد، عمري ما I shared حاجه مع حد، كان هي وخلاص انا ومامتي وبابايا وخلاص خلصنا يعني. وكان دايما اسلوب حياتنا اصلا مختلف، احنا جوه البيت وكل واحد ليه حياته مختلفه، غير لما يبقى اخوات وقد بعض او سنهم قريب من بعض الموضوع بيختلف. ففكره الشيرنج دي اصلا ما كانش عندي، فانا ما كنتش بدخل في السبيس بتاع اي حد ساكن معايا جوه البيت. كنت دايما حاجتي، يعني انا افتكر اول فتره خالص عشتها كان مع كذا بنت، يعني كذا شخص، انا بجد حاجتي ما طلعتش من شنطه السفر طول المده اللي انا عايشاها معاهم. ما فكرتش حتى ان انا اطلع حاجتي ارصها في دولاب او اعلقها على شماعات ولا اي حاجه، فانا I am to myself قوي. فانتوا فاهمين بقى لما حد توهم سيلف قوي، حد يدخل يقول له انت في شراب اكيد وقع مني غصب عني، ده اكيد تايه مثلا. بس فكرة المايكرو مانجينج نفسها مقرفة جدا جدا جدا. ففكرة بقى انا بقى طبعا زمان ما كانش عندي الفكرة بتاعت يعني انا بعد ما سبت مثلا اللي هو عدد البنات اللي انا كنت عايشة معاهم، ورحت بعد كده عشت مع بنت واحدة، عمري ما سألتها قبل ما نعيش مع بعض انتي بتعملي ايه في البيت، او انتي بتنامي امتى، وانتي بتصحي امتى، وانتي عمري ما سألتها ولا اي سؤال. وانا بصراحه كنت ديسبريت اصلا يعني، ودي مشكله اكبر، ان انت توصل نفسك لمرحله من اليأس ان انت تقبل باي حاجه وخلاص. فبيحصل وبيحصل كتير كمان، والواحد بيبقى في عرض مرتبه حرفيا، بس ده مش صح، ومش المفروض الانسان يفضل سايب نفسه لحد النقطه دي. وانا بقول لكم الكلام ده علشان ما حدش قالهولي، وانا عرفته بالتجربه وعرفته بالحياه يعني. بس عانيت منه بصراحه، كان نفسي حد يقول لي اسالي الاسئله دي
وكان نفسي حد يقول لي ان انت لو عايزه فعلا تعملي فكره الروم ميت دي، انت كان ممكن تختاري اختيار مختلف من اتجاهات مختلفة. بس انا كبنت وكنت في مرحلة بقى حاسة بضياع كده شوية، وكنت عايزة احس بالامان، فانا كنت عايزة اختار الحد الفاميليير. يعني كانت الأولوية بالنسبة لي ان اختار الشخص اللي انا لحد ما عرفت شخصيته وعرفته وبتعامل معاه already on a day to day basis، مش مجرد روم ميت وخلاص. لان هم عندهم هناك ويب سايتس وابلكيشن وحاجات، بالذات في امريكا يعني. هنا في مصر اظن الموضوع بيجي برضو كده بالصحاب وبالبتاع، بس ممكن برضو تضطر. لان انا لما رحت القاهرة كنت الحمد لله اني كنت هعيش مع واحدة معرفهاش خالص. يعني هي حاطه البيت على الفيسبوك تقريبا، كانت حاطه البيت على الفيسبوك، وانا كنت عجبني البيت، فانا كنت هروح اعيش في البيت. كنت مهمله جدا فكره ان في بني ادم تاني، او كانوا 2 كمان عايشين في البيت، وما كنتش في دماغي ان انا ممكن اسالها مثلا انتوا بتعملوا ايه. لا انا مش دعوه، انا ليا اوضتي وحمامي وخلاص، وفاكره ان الدنيا خلاص خلصت على كده. بس للاسف الموضوع ليه مؤثرات اكتر من كده بكتير. انت مش هترجع الشغل تفضل قاعد حابس نفسك في الاوضه ومش تطلع الحمام بقى. انت مش في السجن، انت عايش في بيت. هتبقى عايز تطلع الليفينج روم، هتبقى عايز تطلع تطبخ في المطبخ، هتبقى عايز بالليل تشغل مثلا اغاني، هتبقى عايزه واحده صاحبتك تجيلك تقعد معاكي شويه، هتبقي عايزه تعيشي بقى. ما انت عايشه، ما ده بيتك بقى خلاص. الموضوع مش مجرد اوضه وسرير وحمام. بس انا كان فكري ساعتها ان اوضه وسرير وحمام. عشان كده بقول لكم الواحد مخه بيبقى صغير قوي وبيبقى تايت قوي على قد على قد بجد اللي هو حاليا محتاجه. انا النيدز بتاعتي ايه؟ الاقي مكان انام فيه ويكون مكان امان. بعد كده بقى لما بتبتدي تعيش بتلاقي ان لا، انا كنت محتاج حاجات اكتر من كده، وانت ما حطيتهاش في الحسبان من الاول. فبدل ما تسال الشخص، او لو انت بقى المفروض تنقي روم ميت او هو ينقيك او ايا كان، بدل ما تساله اسئله لبعض اللي هي هل انت شخص نظيف، يقولك انا نظيف قوي. هل انت بتحترم الخصوصيه؟ انا بحترم الخصوصيه قوي. طب ما هو كل بني ادم في الدنيا ليه تعريف مختلف عن النظافه وعن الخصوصيه وعن الامان. يعني عايزه اقول لكم انا لما رحت قعدت في بيت التنس ده، لما اشتغل اتفرج على شيكا بيكا، يعني لما رحت قعدت في بيت التنس ده، احنا كنا 3 بنات في البيت. البنتين التانيين شايفين ان احنا ما بنقفلش البيبان، ما بنقفلش بيبان البيت ولا البيبان اللي جوه البيت، وعادي وحاسين بالامان. انا تعريفي عن الامان كان مختلف. فانا كنت بالليل ما بعرفش انام بسبب ان انا عارفه ان باب اوضتي مش مقفول وباب البيت مش مقفول، وهم في سابع نومه. الديفينيشن اوف سيفتي اصلا مختلف. مهما هم اقنعوني ومهما انا اقنعتهم مش هنقتنع. انا يا جماعه مش هقتنع. انا طول عمري في كل البيوت اللي عشتها في حياتي بقفل الباب عليا، مش شرط باب الاوضه، بس اتليست باب البيت. وممكن اقوم من النوم في نص نومي، في عز نومي، وانا باكل الرز اهو مع المعلقه، قبل ما احط معلقه الرز في بقي انا بقوم اتاكد ان الباب مقفول وارجع اكمل نوم تاني. فالموضوع بالنسبه لي اتس بيج ديل. في حد تاني بالنسبه له السيفتي بقى ميجرز اكتر من دي بكتير، فكل واحد تعريفه عن السيفتي مختلف. فبما اننا عايشين مع بعض، الاسئله السطحيه دي مش هتاكل ولا هتشرب. احنا محتاجين نعرف ايه هي بالظبط definition of الخصوصيه بالنسبه لك. اوكي، ايه هو definition النظافه بالظبط بالنسبه لك؟ يعني بتنظف البيت كم مره في الاسبوع؟ بتعمل ديب كليننج للحمامات كم مره في الاسبوع؟ لما بتاكل، في ناس شايفه ان مثلا ممكن اغسل الاطباق تاني يوم عادي، يعني يسيبهم في الحوض وتاني يوم الصبح نغسلهم عادي. في ناس شايفه، للناس اللي ما عندهاش ديش واشر يعني، في ناس شايفه لا انا ما بيتش اطباق في الحوض. ممكن ده شايف ان هو نضيف وده شايف ان هو نضيف، وانه عاده يعني، وهي ماشيه. بس دي حاجه ممكن تعكنن على الشخص التاني اللي شايف بقى انه لا، المفروض نغسل الاطباق قبل ما ننام، عشان انا مش عايزه اصحى الصبح على المنظر ده في الحوض. يعني في حد ممكن يقولك انا بحب الهدوء جدا، بس تلاقيه ساعه الا ربع ماشي ماسك التليفون وعمال يتمشى في البيت كله بيتكلم بصوت قد كده، وبالنسبه له احنا ما عملناش حفله، ما جبناش حد، ما فيش ضيوف ولا حاجه، ما احنا هدوء اهو. انت بالنسبه لك الهدوء انه لا، كل واحد يتكلم في التليفون في اوضته. لو هتتفرج على تي في شو مثلا 10 سيزونز، يبقى تتفرج في اوضتك او على تليفونك في اوضتك برضو. التعريف مختلف. فموضوع الهدوء والخصوصيه والنظافه دول بجد، والمواعيد والضيوف، اهم 5 حاجات لازم تدخلوا في تفاصيل التفاصيل. لان كل حاجه يا جماعه في الحاجات دي نسبيه جدا، وتعريف الحاجات دي لكل شخص مختلفه جدا جدا. and you would be surprised. you would be surprised. في ناس بتنظف بيتها مرة في الشهر وفاكرين ان هم كده بريمو.
بريمو، انا شفتهم وعاشرتهم وفهمتهم وعرفت ان هم بجد مقتنعين من جواهم، مش بيكذبوا على نفسهم، مقتنعين من جواهم ان احنا بننظف بيتنا مره في الشهر وتمام زي الفل. لا انتوا مش زي الفل، وانا هبقى جادجمنتال بقى هنا عشان ده غير عادي، ده شيء غير عادي. ففكره الالقاب والمصطلحات والتعريفات والحاجات دي ازمه كبيره قوي، لان هي كل حاجه وراها باك جراوند. اوكي، كل حاجه وراها تاريخ وكل حاجه وراها تفاصيل، مش هتبان بفكره انا القب نفسي ان انا شخص كذا. تاني حاجه بقى، ودي حاجه مهمه قوي، العلاقه نفسها ما بين التو روم ميتس. هل انتي او انت شخص عندك استعداد ان انت الشخص ده يكون صديقك، يعني تكونوا اصحاب، ولا مجرد روم ميتس وبس؟ وده قرار واعي انت لازم تاخده على الاقل في الاول. ممكن ده يتغير بعد يعني فتره، يعني ممكن بعد فتره بعد ما تعاشر الشخص وكده تكتشف انه احنا ممكن نكون اصدقاء. مع ان انا لا اشجع هذه النقطه خالص، مع انها بتبقى لذيذه جدا لان انت بتبقى حاسس ان انت عايش مع حد من صحابك مش مع شخص غريب. بس هي خطيره جدا، لان انت عندك بقى حته العشم دي. العشم ده اول ما بيدخل الصوره بيفرهد كل حاجه، بيفرتك كل حاجه. العشم يا جماعة بيلغي جزء كبير جدا من الخصوصية ومن الاتفاقات اللي كنتوا متفقين عليها، ومن فكرة انه لا ما انا ممكن اعمل كده خلاص، ما انا يعني همون على الشخص ده عشان هو صديقي. فهمون عليه دي ممكن تبقى حاجات كتير قوي بقى، ممكن يبقى تقصير في جدول التنظيف، ممكن يبقى تقصير في فكرة اجيب مين وامتى البيت او ما اجيبش مين وامتى البيت، ممكن يبقى تقصير في فكرة ان انا ممكن اقصر في حاجات معينة من المسؤوليات اللي عليا في البيت، زي دفع الايجار، زي دفع الفواتير. معلش بقى، ما احنا صحاب، ادفع لي انت الشهر ده، او ادفع لي جزء واسدهولك، او سلفني او اعملني سلفني، دي كتير قوي برضو. فحتة الصداقة دي بيجي معاها جزء عشم انت لازم تكون مستعد له ومتقبله. لو انت مش مستعد له ومتقبله وانت اصلا في غربه وظروفك زي الزفت ومش قادر تبقى فلكسبل في اي حاجه من الحاجات دي، يبقى خلي العلاقه فورمال من الاول بقرار واعي، وخد الوقت اللي انت تقدر تاخده لحد ما تقرر otherwise. بس بقولك انا لا اشجع، انا ده رايي الشخصي، انا نور، لا اشجع ان 2 روم ميتس يكونوا اصدقاء. خلينا كده العلاقة كده أحسن، يكون فيها ود يعني، بس مش صداقة، ود بس. لو هنضحك في وش بعض، صباح الخير، اعمل لك قهوة معايا، مش عارفة ايه بتاع. لو أنا مثلا في السوبر ماركت ممكن أسألها لو احنا محتاجين حاجة للبيت أو هي محتاجة حاجة للبيت، لأن احنا كل واحد كان بيجيب حاجته. حاجات من كده، ود بس، نقطة ونقطة. في أمريكا بالذات، لأن هي من البلاد اللي الناس فيها محنكة شوية وبتهتم قوي بالتفاصيل، حاجات احنا ممكن كمصريين مش متعودين عليها. فكرة انه شخص بينام امتى، مثلا بينام الساعة كام. يعني في مصر احنا ما اللي ينام ينام وخلاص، والتاني يقعد بقى يعمل اللي هو عايزه في اوضته وات ايفر. انما هم هناك بيحترموا فكرة ميعاد النوم قوي، يعني مجرد ما شخص اللي معاك في البيت او الناس عامة ميعاد نومها الساعة 10 11 مثلا وات ايفر، انت كمان لحد ما يومك جوه البيت بينتهي الساعة 10 11. فكرة بقى ان انت تقرر تاكل الساعة 11 مثلا فتطلع المطبخ تقعد بقى تخبط في الحلل ومش عارفة ايه، بيج بروبلم. فكرة ان انت تجيب حد البيت مثلا في الوقت ده وهم نايمين وتقعدوا مثلا في الليفينج روم تتكلموا وبتاع، بيج بروبلم. انا بقول لكم ليه احنا عندنا في مصر مفيش كده، لان احنا الكالتشر بتاعتنا فيها المساحة دي شوية، ومش عند كل الناس برضو، مش عند كل الناس، بس معظم الناس عادي. فمش عايزين نقارن بالكالتشرز، بقول لكم الحاجات المهمه قوي بالنسبه لهم هناك. فميعاد النوم ده حاجه من الاساسيات اللي لازم تسالوا بعض عليها في الاول. مواعيد الشغل طبعا كده كده باي ديفولت ما فيهاش كلام. لو انتوا يو شيرنج ا باثروم، برضو فكره ان انتوا تشيروا باثروم واحد دي، فكره ان انتوا تشيروا في حمام واحد دي بجد من اسوأ الافكار اللي في الحياه. لانه فعلا انا اكتشفت ان الناس كتير قوي ممكن يبقى عندها different hygiene levels وكلهم صح عادي. بس في ناس بتقعد تستحمى ساعتين، وفي ناس بتقعد تستحمى، وفي ناس بتستحمى نص ساعة، وفي ناس بتستحمى 10 دقايق يعني، بس كلهم بيستحموا كلهم بينضافوا في الآخر. هي الفكرة كلها ان انت لو هتوكيباي الحمام ساعتين، دي حاجة لازم ابقى عارفاها من قبل ما اسكن معاكي يعني. لو انت هتستحمي في ساعتين وتقعدي بقى تعملي لي كيرلي هير روتين ومش عارفه ايه وحاجات بقى الحاجات بقى بتاعت الناس الفاضيه دي، نو جادجمنت اند نو هيت، بس لازم ابقى عارفه، عشان انا اكيد في الساعتين دول هحتاج ادخل الحمام اتليست مره واحده يعني. ده بالنسبه بس للشاور، في بقى بنود تانية مش يعني، في بنود تانية انتوا فاهمينها.
فدي حاجة من الحاجات اللي لازم تتكلموا فيها. وفكرة الحمام يعني ايه هو definition of a clean bathroom ايه بالنسبة لك وبالنسبة لي، او بالنسبة لك وبالنسبة لها، شوفوا بقى انتوا مين يعني. بس لازم تتكلموا. فانا ما ادخل الحمام انا المفروض الاقي ريحة الحمام مثلا كويسة، الاقي الرخامة مش مبلولة مش مليانة مية، ما لاقيش ميه على الارض، ما لاقيش بخار في كل حته، افتح الشفاط، حاجات كده. التفاصيل trust me هتفرق جدا جدا جدا. كل ما تبقوا compatible اكتر في اللايف ستايل وطريقه العيشه، كل ما ده هيسهل عليكم الحياه وهيقلل من المفاجآت، او من اللي انا بسميها بقى المترازيات. المترازيات اللي هي الحاجات اللي فجأة انت بتكتشف انها موجودة في الروم ميت بتاعك وبتبتدي ترازيك بقى بقيت حياتك طول ما انت عايش بقى مع الشخص ده. في حاجة اسمها الكومن ارياز. الكومن اريا اللي هي المكان اللي يعني الليفنج روم من الاخر. الكومن اريا اللي هي الليفنج روم، او لو في ستورج مثلا معين بتحطوا فيه الملايات والمخدات والحاجات دي، اي حاجة بتتحط فيها حاجتكم كلكم مع بعض، او انتوا شخصيا بتقعدوا فيها كلكم مع بعض افراد المنزل يعني، اسمها common area. الحته اللي في دخلة الباب دي اسمها مثلا common area. الحته اللي بيبقى فيها مثلا جزامه مكان الجزم معرفش ايه، سلم البيت ده common area يعتبر. فالحاجات دي كلها بيبقى ليها اتفاقات معينه. اللي يقعد في الكومن اريا دي ما يسيبش حاجه وراه، ما تسيبش كوبايه، ما تسيبش شبشبك، ما تسيبش قميصك، ما تسيبيش الروب بتاعك، ما تجيبيش معاكي من الاوضه بلانكت تتغطي بيها وتسيبيها وتخشي تنامي. لازم you have to keep الكومن اريا دي clean whenever you are done. يعني ده العرف بتاع الكومن اريا. لازم تتكلموا في الفواتير ومواعيد الفواتير ومواعيد الايجار والحاجات دي كلها لازم تتقسم ما بينكم. وفي ابلكيشنز كتير دلوقتي بيقدروا ان هم يكولابوريت على فكره دفع الفواتير والايجارات والحاجات دي. وتاني حاجه فكره الاكل. انت ممكن دي حاجه كانت صعبه قوي يا جماعه، بس يعني انت فكرة ان انت معاك روم ميت مستهتر في موضوع الاكل ده لاسباب كتير. ممكن يكون ما عندوش وقت اصلا يتشك التلاجة، يتشك الحاجات اللي باظت، الحاجات الاكسبايرد، الحاجات دي كلها. ممكن ما يكون هو مستهتر وعنده لا مبالاة، او بيجيب حاجات زيادة عن احتياجاته، او ما بيجيبش حاجة خالص وبيستخدم حاجاتك. يعني في كذا مشكلة في موضوع الاكل ده. انت ممكن هو سايب حاجة بايظة في التلاجة ممكن تبوظ حاجات تانية بتاعتك انت، لان التلاجة ما فيهاش بقى، هي دي الحاجة الوحيدة بقى اللي ما فيهاش ايه يعني فواصل واضحة. دي تلاجة. فلازم يكون في اتفاق واضح ليه علاقة بموضوع الاكل ده. يا اما شخص واحد يجيب الاكل وهو يبقى مسؤول عن فكرة ان هو يطلع الحاجات الاكسبايرد والحاجات اللي مش بتتاكل والحاجات اللي محدش بيستعملها وما الى اخره. يا اما يكون الموضوع مقسوم ما بينكم انتوا الاتنين، او كل واحد حرفيا بقى يبعد حاجته خالص عن التاني، ان هو يجيب تلاجة تانية او ميني فريدج او حاجة زي كده. انا فكرت في الفكره دي فتره من الفترات ان انا اجيب ميني فريدج عشان احط فيها الحاجات اللي هي التايم سنسيتيف، عشان يبقى عيني عليها وابقى عارفه ايه الحاجه اللي خلاص دي باظت لازم ارميها، او الحاجه اللي خلصت الباكجينج بتاعها ارميه يعني وات ايفر. بس موضوع الاكل ده مهم جدا جدا جدا. افتكر ان انا عشت في الاول خالص اول ما رحت امريكا عشت فتره في بيت كان في 6 أو 7 بنات، كانت التلاجة متقسمة 6 أو 7 sections. الموضوع كان very 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 بالنسبة لي weird. طبعا هو بالنسبة لهم كان شيء طبيعي جدا، ما هيعملوا ايه يعني، هي تلاجة واحدة وهم 7 وكل واحدة بتجيب الحاجات اللي هي بتحبها يعني. فالموضوع لازم نظام، اي حاجة عددها بيكتر لازم سيستم واضح. في حاجات بقى بتبقى common اكتر، يعني حاجات انتوا كلكم بتستخدموها زي الكليننج سبلايز بتاعت البيت مثلا، تويلت بيبرز، حاجات اللي بتنضفوا بيها بقى المطبخ، الحمام، المساحة، المكنسة، كل الحاجات دي كلها لازم تتفقوا ان انتوا تجيبوها مع بعض، او مين هيجيب ايه. كل ده لازم يكون واضح. والحاجات اللي بتتجاب بتكرار معين، زي مثلا مناديل الحمام او مناديل البيت عامه، او التاولز اللي هي الديسبوزبل تاولز، ايا كان بقى. الحاجات دي كلها لازم تتفقوا مين هيجيبها كل شهر او كل اسبوع، او تحط لها بادجت في الفواتير، والشخص المسؤول يجيب هو اللي يجيب. ده برضو بند مهم جدا جدا جدا. ودي من الحاجات اللي كنا بنقعد نلوم بعض عليها، اللي هو انت اللي خلصت انت لازم تجيب، انت خلصت انت لازم تجيبي، وهكذا. وكانت خناقات وحوارات. فيعني على كل ده على بكرة مناديل يعني. توقعوا كل شيء، توقعوا الأسوأ. حاجة من الحاجات اللي ممكن تستغربوها قوي بس هي يعني لأن معظم البيوت هناك تكييف مركزي، فلو انتوا مش متفقين على التمبريتشر اللي هتعيشوا فيها حرفيا في البيت 24 ساعة، لأن هو بيتظبط على تمبريتشر معينة وبتفضل بقى يعني صيف شتاء.
let's say مثلا 23 او 24 ايا كان الرقم، يعني خلاص ده بيفضل معاكوا صيف شتاء، هو ده درجة الحرارة المعتدلة اللي احنا عارفين نعيش فيها في البيت. في ناس بالنسبة لها 24 ده تلج بيسقعوا جدا، وفي ناس بالنسبة لها حر جدا، فلازم تتفقوا على حاجة زي كده، يا اما تشوفوا بيت بقى فيه وحدات منفصلة. بصوا بقى عشان الحتة دي ريد فلاج جدا وكومن جدا، لان دايما بيكون في الشخص اللي هو اول شخص عاش في البيت، اوكي، اللي هو غالبا الليس باسمه، اللي هو عقد البيت باسمه، عقد الايجار باسمه، فغالبا ده بيبقى شخص سكن في البيت لما كان البيت فاضي وهو اللي اشترى كل حاجة في البيت. فلما بيجي عليه ناس او هو بقى بيبقى عايز روم ميت عشان يشاركوا في الايجار، بيبقى شايف ان هو ليه احقية اكتر في البيت وليه مساحة اكتر، او من حقه ياخد مساحة اكبر في البيت لمجرد ان هو اول شخص سكن وهو اللي جايب كل حاجة في البيت. هل يا نور ده الثيري الشخص ده مصدق فيها ان هو ليه حق في البيت اكتر، هل دي صحيحة ولا لا؟ انا بشوف انه لا. اوكي، انت جاي انت بتدفع الرقم كذا وقلت لي انا عايز روم ميت يدفع الرقم كذا، مش من حقك بقى ان انت بتاخد مني كذا، ده مش من حقك ان انت تاخد حاجات تانية غير الفلوس دي. ايا كان انت شايف بقى تعبك ومجهودك في الحاجات اللي انت اشتريتها دي، حط جزء منها في الايجار لو ده حاجه هتريحك نفسيا. يعني انت بتدفع 400 ادفع انا 500، ولكن انا ليا حق في كل شيء في البيت. مفيش حاجه اسمها انا ما اقدرش اقعد على الترابيزه دي، او انا ما اقدرش ادخل الاوضه دي، او انا ما اقدرش ادخل المكان ده لمجرد ان انت جيت سكنت في البيت الاول. انا بدفع زيك بالظبط، احنا الاتنين بندفع لصاحب البيت في الاخر، فده مش بيتك وده مش انت مش الاونر، ومش من حقك ان انت تعمل كده. في ناس عشان بتبقى مش فاهمة، او في ناس عشان بتبقى لسه جديدة او لسه ما خدتش التجربة يعني، او تجارب اخرى، بيبقوا فاكرين انه صح، ما هو ليه الحق، او هو اللي جايب الكنبة اللي احنا قاعدين عليها، هو اللي جايب الترابيزة اللي احنا قاعدين عليها. لا يا حبيبي خلاص، خد حاجتك كلها واحنا نشتري زينا زيك عادي جدا. ما فيش حاجة اسمها انا ما اقدرش اقعد على الكنبة دي، او يبتدي يتحكم بقى في حاجات تانية، يتحكم في مين يرجع البيت امتى، ومين ينزل من البيت امتى، ومين يتاخر بره، ومين اصل لو اتاخرت هقفل الباب خلاص بقى نشوف حته بيت فيها. في ناس كنترولينج جدا بسبب، او دي حجتهم، يعني هم اساسا ناس متحكمه، ولكن ده مبررهم ان هم ليه متحكمين. ف فلا طبعا ده كنترولينج بيهيفير، وده مش هيلثي بيهيفير، هيخليك حاسس ان انت عايش في سجن ومش مرتاح، وعمرك ما هترتاح بالطريقه دي والاسلوب ده. حتى لو انت بجد كان كل مناك في الحياه ان انت عايز كنبه تنام عليها، لما تبتدي تعيش بقى كده مع الشخصيه دي، لا انت بعد كده هتلاقي نفسك مش مرتاح وهتبقى عايز تمشي. بس لو انت بتفكر في حاجه لونج تيرم اكتر، لازم تاخد قرار ان انت تسيب المكان ده لو الشخص بيتحكم فيك لهذه الدرجه. يعني ممكن احكي لكم قصص من هنا للسنه الجايه على بجد يعني حاجات شنيعه من الروم ميتس. بس مش عايزه الفيديو ده يبقى كده، مش عايزه الفيديو ده يبقى تجربتي السلبيه مع الروميتس او تجارب الناس السلبيه مع الروميتس. لا، انا عايزه ده ياكت از جايد لاين، انت تفتحه وتتفرج عليه عشان تفهم انت المفروض تعمل ايه، وايه الحاجات اللي انت المفروض تسال فيها، وتبقى عارف اولها من اخرها. وما تخليش برضو حد هو اللي يحط لك الهاوس رولز. هاوس رولز دي احنا بنقعد نحطها مع بعض، احنا 2 احنا 3 احنا 5 احنا 10، احنا بنقعد نحطها مع بعض. مفيش حاجه اسمها انت تديني ورقه وتقولي دي الهاوس رولز، دي هاوس رولز ولا يور رولز. انا ما ممشيش على الرولز بتاعتك، انا عايش هنا على فكره. جو الحضانه ده، ما احنا مش في الحضانه، احنا مش في الحضانه. والناس اللي فاهمانه وعارفه حقها كويس عارفين ان الكلام ده ما يمشيش عليهم. في عيني البنات اللي بيروحوا مثلا اماكن زي وايلد وود وزي سي سايد وزي فيرجينيا بيتش وزي الاماكن اللي هي السياحيه، اللي هم البنات بتبقى معاها فيزا سياحه عادي، او معاها ايا كان جرين كارد او حاجه، بس هي احتكاكها كله بامريكا انها بتروح في الصيف مثلا تقعد 3-4 شهور الصيف بتشتغل، تقعد في بيت مثلا فيه 3-4 بنات، ممكن تبقى اول او تاني مره ليها. فهي البنات التانية بقى لهم بقى سنين السنين بيروحوا، فاول ما تيجي تقول لهم يا جماعه انا عايزه اخد معاكم اوضه في البيت، يقوم مطلعين لها ورقه يقولوا لها دي الهاوس رولز بتاعتنا. انا فاهمه ان في ناس كتير للاسف اتعودت في بيوتها في مصر ان في حد بيلم وراها وحد بيشيل وراها، وما اتعودتش تعمل بيسك نيدز بتاعه البيت. ودي مشكله لان هم لما بيسافروا امريكا وبيلاقوا مفيش حد بيشيل ولا حد بيحط، بالعكس انت عندك ناس تانية عايشه معاك في البيت مركزه في كل حاجه انت بتعملها، مركزه في انت غسلتي كوبايتك بعد ما شربتي القهوه ولا لا، مركزه انت عملتي حطيتي هدومك في اللوندري، شلتيها من الغساله حطيتيها في الدراير ولا سبتيها في اللوندري. احنا نيجي بقى نلاقي هدومك محطوطه في الغساله معطله حياتنا، ما هم بالنسبه لهم ده تضييع وقتهم.
انت كده ضيعتي لي وقتي. انا شلت هدومك من الغساله حطيتها لك في الدراير، اولا مش مطلوب مني اعمل كده، ثانيا انت ضيعتي لي بتاع 10 دقايق مثلا من حياتي. اتس ا بيج ديل. ولكن انت لما تخشي البيت المفروض تقولي لهم لا يا جماعه، الهاوس رولز دي المفروض نقعد كلنا نحطها مع بعض ونشوف كل واحد يناسب ايه، كل واحد ايه اللي يناسبه بناء على جدوله في الشغل. انا كمان عندي شغل وعندي سكادجول. بس لو انت بلح خالص وعارفه ان انت رايحه يعني لايصه وما تعرفيش ايديك اليمين من ايديك الشمال، اتس اوكي نو بروبلم. حاولي تمشي على الرولز دي لحد ما في حاجه تحسي انها جايه عليكي، او تحسي ان مثلا جايين عليكي، جايين على حقك، مستغلينك في حاجه انت بتعمليها زياده عنهم هم ما بيعملوهاش، لحد ما يبقى في ريد فلاج يعني. بس طول ما الدنيا تمام والسكادجول ده ات لوكس فير وشكله قشطه حقاني يعني، خلاص اعمليه وخلاص. فمش كل حاجه لازم نقف نحاربها برضو يعني. بس بتكلم في الحاجات اللي هي الاوضاع العاديه بقى، اللي هو فكره انا مش قاعده 3 شهور الصيف وماشيه، انا عايشه معاكي، او احنا كلنا عايشين مع بعض لمده لا يعلمها الا الله. ساعتها فكره ان حد يطلع لك هاوس رولز وكده، لا اتس نوت فير، لانه انا عايشه في البيت ده وهفضل عايشه فيه لمده طويله، فانا من حقي ان انا كمان اكون ليا راي في الهاوس رولز اللي انتوا حاطينها. ميك سنس يا جماعه؟ فكره ان انت او انتي لقيتوا البيت الاول ده مش بيخليك السي او بتاع البيت. انت كده مش المدير التنفيذي للليفينج روم. انت عادي لقيت البيت الاول، مش حوار. انت ممكن تسيب البيت ده وتبقى عايز تدور على بيت تاني، تلاقي حد برضه هو اللي لقى البيت الاول. فاحنا مش هنقعد بقى ندي لبعض في وشنا. خلاص انت شوف مين اللي عايش معاك في البيت وتقعدوا وانتوا كلكم بتشيروا السبيس بطريقه الى حد ما ايكوال، لحد ما يعني. في فرق بقى ما بين الكنترولينج روم ميت وما بين الروم ميت اللي بيحاول يكومينيكيت عادي. يعني لو الشخص بيقولك، وده برضو لو انت اللي هتقوله، ممكن بعد اذنك لما تخلص لو انتوا مثلا بتحطوا الابلاينسز في دولاب او درج او وات ايفر، بتحطوا حاجه في مكانها، ممكن تقول له ممكن بعد اذنك لما تخلص الخلاط تبقى ترجعه مكانه، بس بكل ادب واحترام وشياكه وبتاع. مش جو بقى اصور مين اللي ساب الخلاط ده هنا، عارفين انتوا مين اللي اكل الجبنه. لا، ما هو ده مش تحقيق، ده مش تحقيق. احنا هنكوميونيكيت بشكل محترم. انما هندخل بقى ندخل المواضيع في صراع، سواء انت اللي عايز تعمل كده او انت اللي عايز يعني تهذب تهذب شخص تاني او هو بيحاول يهذبك. في الحالتين healthy communication هو المفتاح للقصة دي، مش العند ولا ان انت تستقوى ولا كل الكلام ده. خلي بالكوا برضو ما تشحنوش الروم ميت بتاعكم منكم، وانتوا ما تتشحنوش منه، لان الموضوع ممكن يدخل في اذية فعلية يعني. بجد انا مش بهزر، بس انا مش عايزه اكبر المواضيع، بس الموضوع ممكن يدخل في اذيه فعليه. وانا تعرضت لموقف شحنت فيه الروميت بتاعتي بطريقه غير مقصوده بالمره، لمجرد ان انا بس كنت بحاول افويد السيتويشن كله، يعني بحاول اتجنب الكلام واتجنب الدخول في تفاصيل. شحنتها غصب عني، ادى لده باذيه عادت عليا، اذيه شنيعه مريعه مش عايزه اتكلم فيها اصلا. فما توصلوش للمرحله دي، لان ده اكتر شخص يقدر لو عايز يقدر يأذيك، بالذات بره في الغربه. عارف كل مفاتيحك، عارف كل نقط ضعفك. وعشان كده انا قلت لكم انا ما رجحش ان انتوا تبقوا صحاب مع الروم ميت، لان ده بيخلي ان في حاجات شويه بيرسونال تطلع، وبالتالي الشخص ده بيبقى معاه كل نقط ضعفك ومعاه الكتاب كله. لو هو عايز يعمل يضرب اي كرسي في الكلوب بيقدر يعمله. فده شيء مش من مصلحتك تماما. فرجع لكم نقطه بقى، ان انت لما تعوز كنت كوميونيكيت مع حد عشان يصلح بيهيفير معين، عشان هو فعلا مش واخد باله او فعلا مش قاصد أو مش عشان هو شخص مش نظيف او كده، ده حاجه قصه تانية. ساعتها الكوميونيكيشن يبقى بالطريقه دي. امتى الموضوع يبقى تحكم؟ لما اقول لك ارجع الساعه كذا عشان انا عايز اقفل الباب قبل ما انام، غير لما اقول لك انت هترجع الساعه كام عشان انا عايز اقفل الباب قبل ما انام. ساعتها بقى لو حضرتك هتنام الساعة 10 وهو هيرجع الساعة 10:30، تلاقوا حل بقى بحيث تسيب المفتاح في حتة مش عارفة ايه. انما ما تجبرهوش هو يرجع الساعة 10 عشان حضرتك عايز تنام. انت مش الاونر بتاع حياته. ففي فرق بصوا، هي شعرة ما بين التحكم والهيلثي كوميونيكيشن او الكوميونيكيشن في العموم. طيب في حته بقى تانية، في ناس بتقولك طب لو هي جت قالت لي احنا هنا مثلا بننام بدري، احنا هنا بنفتح الشبابيك كلها اول ما نصحى الصبح، احنا هنا مش عارفه ايه، وانتي تمام مع ده لان انتي كمان بتعملي كده. المشكله مش في التطابق ده، مشكله ان هي عملت مايكرو مانجنج برضو، او عملت مايكرو رولز هي واللي موجودين عايشين بيها،
وانت حتى لو انت اوكي بده، بس هي يوم ما تقرر تغير المايكرو رولز اللي هي عاملاها، انت هتضطري غصب عنك تمشي عليها. عشان انت لما وافقتي اول مره، انت ما وافقتيش على فتحه الشبابيك، ولا وافقتي ان انت هتنامي بدري، انت وافقتي على فكره ان انت اتفرض عليكي هتعيشي ازاي حرفيا. يعني اتفرض عليكي انت هتعيشي ازاي بغض النظر عن اختلاف الرولز بقى نفسها. ففكره احنا هنا بننام بدري، لا دي مش ده مش رول. دي مش زيها زي احنا بننظف البيت يومين في الاسبوع. فاهمين؟ بننظف البيت يومين في الاسبوع ده شيء منطقي وريزنبل بل طبيعي وكومن. انما بننام بدري ده لا، حضرتك بتنامي بدري، انما انا مش بنام بدري. افرضي انا شغلي بالليل اصلا، انام بدري ازاي؟ فبقولك افترضي حتى لو انت بتنامي بدري انت كمان، وبتصحي الصبح تفتحي الشبابيك وبتحبي تهوي البيت وتولعي بخور وكل الكلام الجميل ده، وهي كمان بتعمل كده، المشكله انك وافقتي على الميني او المايكرو رولز، مش المشكله انك وافقتي على الرولز ان جنرال. وضع النوع ده من القواعد مش شيء سوي ومش شيء طبيعي ولازم تحذري منه. انما لو قالت لك والله احنا بننظف مرتين في الاسبوع، كل حد فينا بيعمل ديب كليننج مره في الاسبوع، الحمامات معرفش ايه الحاجات اللي هم متعودين عليها، بالذات لو هم جروب اوريدي عايشين كده وعايزين حد يعني يدخل في السيستم، تمام. حاجات كلها ما هياش بيرسونال. بس تفتحي شبابيك البيت اول ما تصحي. افرضي انا يا ستي عندي حساسيه، افرضي انا بصحى الصبح مش على الصبح كده عايزه افتح الشباك، عايزه اقعد شويه وبتاع، ممكن بقى تعملي كده في اوضتك. يعني لو هي بتحب تعمل كده اعملي كده في اوضتك، انما ما تعمليش كده في الكومن ارياز، وانا ما تجبرنيش ان انا مثلا افتح شباك اوضتي. ده كل المطلوب. فالواحد محتاج برضو هنا ايه، يعني يشغل عقله شويه. انا مش بقول لكم ان كل حاجه لازم تبقى بيرفكت، عشان تبقوا فاهمين انك تعيش مع اي حد في على وجه هذه البسيطه، زوج، زوجه، اخ، اخت، ام، اب، روم ميت، مش روم ميت، ما لهاش علاقه. دايما هيكون في اختلافات، دايما هيكون في تعسيفات، دايما هيكون في حاجات انت بتحاول تستحملها، كبيرة صغيرة هيكون في الحاجات دي. بس احنا بنحاول نمينيمايز، يعني بنحاول نقلل الحاجات دي على قد ما نقدر، علشان تقدر يعني تعيش حياة كويسة بره البيت. فاهم قصدي؟ ما تبقاش نازل كل يوم بتلعن وتشتم في اليوم اللي انت سكنت فيه في البيت ده. فكل ما تحاول تقلل هذه المنغصات او المترازيات اللي انا كنت لسه بقول عليها من شويه، كل ما انت يعني لحد ما تحاول توصل لنسبه اكبر من الراحه النفسيه جوه البيت وبره البيت. بصوا بقى على النقطه دي عشان هي very 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 important. الشخص اللي لما يقعد يحكي لك على الروم ميتس، ما هي يا جماعه الروم ميت انترفيوز دي ما بتبقاش زي ما انتوا فاكرين كده اللي هو يعني عادي، لا ده بيبقى زيها زي الديت كده. فهي تقعد تحكي لك على الروميتس اللي قبل كده، وليه سابتهم وليه سابوها وايه اللي حصل وسابت البيت ليه ومش عارفه ايه وكده، وانت كمان بتحكي لها برضه. بس لاحظي الناريتيف بتاعها عن القصه عامل ازاي. هل كل الروميتس اللي قبلها كانوا مجانين ومتخلفين وكريزي وهبل وهي اللي كانت ريزنبل ومنطقيه وما بتعملش اي حاجه؟ دي برضو حاجه يعني يعني ادعو الى التحقيق في هذا الموضوع، لان دي حاجه تثير الشك. هل ممكن ممكن عادي، ممكن حد يكون حظه سيء، يكون وقع مع اشخاص اللي هي فلتات كده، اللي هي المجانين والعبط والحراميه والحاجات دي. لكن معظم الناس حتى اللي عندها باد اكسبيرينسز مع الروم ميتس، الموضوع بيبقى فكره بجد تناقض يعني في العيشه، او اختلافات بس مش قادرين نتعايش معاها. لكن مش بالضروره ان الشخص ده شخص مجنون او سيء او مهووس او ايا كان. انا كنور ما كانش يعني، ما اقدرش اقول ان التجارب بتاعتي كانت سلبيه، ما اقدرش اقول ان انا I had a bad experience. بالعكس it was good more than it was bad. بس انا حسيت ان انا الفيز دي انا خلاص عديتها. بس فكرة ان انا استحمل حد وحد يستحملني ونقعد بقى نتعايش على طباع بعض وفروقات بعض وكده، انا كنت حاسة ان انا I'm over it. مش قادرة ابذل هذا النوع من المجهود، لاني برضو ما كنتش مضطرة، كان معايا البادجت اللي تخليني اعيش لوحدي. بس لو كانش معايا البادجت كنت هضطر اكمل برضو في نفس هذه المسيرة. الفكرة كلها انه مش شرط الاشخاص دي تكون وحشة، بس مش اكتر من كده. بس انتوا لاحظوا الناريتيف، لانه دايما الناس دي بتبقى بتبروجكت، بتبقى هي اللي مجنونة وهي اللي مهووسة وهي اللي كل حاجة، وبتبروجكت على الشخص اللي قدامها. فبالتالي هي استنتاجها كله من القصة انه والله ما كانت مجنونة، مع ان هي اللي ممكن تبقى مجنونة وممكن ما تبقاش يعني. بس يعني خليكوا حارسين، بي اكسترا كوشس. خلي بالكوا قوي برضو من اللي بتدور على روم ميت عشان هي وحيدة، مش ان هي محتاجة فلوس. ده خطر خطر خطر، حطوا تحتها 60,000 ريد فلاج. لان ده بيبقى شخص داخل الروم ميت اكسبيرينس
باكسبكتيشنز عليكي. انت بقى اللي هتغيري الكون، انت هتيجي تسليني، انت هتيجي تونسيني. انت لو قاعده في اوضتك بالنسبه لها انت كده ما بتأديش الهدف. انت لو طول النهار في الشغل انت كده ما بتأديش الهدف. ففكره ان انا بدور على روم ميت عشان انا عايز ونس بالذات بره في الغربه، احذري. انا بحس ان ده بيبقى ممكن على فكره الشخص يبقى واعي بالنوع ده من النقص، وممكن يبقى مش واعي. يعني ممكن تبقى هي مش عارفه هي عايزه روم ميت ليه، هي فاكره ان هي عايزاه عشان يشاركها الايجار، بس هي في الحقيقه عايزاه عشان حاجه تانية خالص. دي برضه بتبقى فيلم رعب يعني، دي بتبقى كابوس. يعني هي مش هتسيبك في حالك، ولما تفقد الامل فيكي خلاص هتبتدي تطفشك، لان انت ما اديتيش الهدف الفعلي. حتى لو هي مش واعيه له، انت ما اديتيش الهدف الفعلي اللي هي بتدور عليه. وتعرفي ده ازاي؟ هتعرفي من كلامها وانتوا قاعدين بتتكلموا مع بعض في الاول خالص. هي هيبقى كلامها بيبعد عن الكورز والرولز والحاجات دي، هيبقى كلامها اكتر ناحيه ان احنا ايه، ممكن حتى ساعات نبقى نروح نعمل كذا، او ننزل نعمل كذا، او مش عارفه ايه كذا، او نجيب حاجات الجروسيز مع بعض، مش عارفه ايه. هتلاقيها بتمنشن الحاجات اللي هي فعلا من جواها، النقص اللي جواها. اللي مش عيب على فكره ومش مشكله ولا حاجه، بس هي الفكره انه اتحط في سياق غير سياقه. يعني المفروض تروح بقى تدور على اصحاب مش على روميتس. ولكن هتلاقيها دايما بتدايفرت او بتاخد الموضوع في الحته دي، مش في حته بقى الايجار والنظافه والمعرفش والحاجات بقى اللي هي المهمه بقى. على فكره يا جماعه، جود روم ميت ممكن تبقى شخصيه مش يعني مش مسليه ومش انترتيننج ومش كده خالص، لكن ملتزمه وبتدفع في ميعادها وبتنظف في ميعادها ومحترمه البيت ومحترمه الحاجات اللي في البيت ومحترمه الناس اللي عايشه معاها. لكن هي مش بالضروره تكون شخصيه من اول مره يحصل كليك او يحصل بوند. مش لازم الحاجات دي خالص في الاول. اهم حاجه يكون في ميوتوال ريسبكت، ويكون باين ان هي بجد عايزه تعيش يعني. فاهمين؟ مش شخص بروبلماتيك يعني. ده اهم بالنسبه لي من انها تبقى فان وتشارمينج وان يحصل كليك وبوند وكيمستري من اول مره. انا برضو يعني مش هناسبها يعني. فاهمين؟ الناس دايما الفيرست امبريشن ده يا اما بيضيع عليهم فرص، يا اما بيخليهم يتشاركوا مع الناس الغلط تماما، لان هم بيحكموا على الحاجات الغلط. انا مالي يا جماعه هي لذيذه ولا اموره ولا لابسه شيك ولا مش لابسه شيك ولا فاشنبل ولا مش فاشنبل، ومالي هي انفلونسر ولا عندها فولورز ما عندهاش فولورز. انتوا بتحكموا على الحاجات الغلط، مش دي مقاييس الشخص اللي انت هتشاركه سكنك خالص خالص. فخلوا دايما الحاجات المهمه الحاجات اللي هتفرق فعلا، دي الحاجات اللي انتوا تحكموا من خلالها. لو انت اوريدي عايش او عايشه مع شخص وفي behavior كتير مأزمكم في حياتكم، سواء ليه علاقه بالنظافه او ليه علاقه بالضيوف او ليه علاقه بالهدوء او ليه علاقه باي حاجه اللي هي مأزمه عليك او مقدرك في حياتك، فكره ان انا اقول اكوميونيكيت انه مثلا ما ينفعش الضيوف تيجي بعد الساعه 9، او ما ينفعش الضيوف تيجي وانا نايم، او ما ينفعش الضيوف تيجي وانا ما اعرفش ارجع من الشغل مثلا الاقي ضيوف في البيت. بدل ما اقولها بالطريقه دي، انا لازم اوضح ده بيرفلكت عليا ازاي، او ده بينعكس عليا ازاي في حاله ان الانسان ده ما كانش واخد باله، او واخد باله بس عامل عبيط شويه، او مش عارف بجد ده تاثيره عليك ايه. ممكن يكون فاكر ان انت مجرد شخص نرفوز او جزوز. فانت وضح له ده بيأثر عليك ازاي، لان كل حاجه من دي اكيد بتأثر عليك في حاجه. لما انت بترجع تلاقي اشخاص في البيت، انت بتتفاجئ، بتتوتر، ما تبقاش عارف تكون براحتك في البيت. ممكن يبقى عندك بلان والبلان دي تبوظ بسبب ان في ناس في البيت. ممكن انت كمان تكون كنت ناوي تعزم حد او حاجه وكنت هتقول لما تروح، بس لقيت اوريدي في اشخاص في البيت، فممكن 100,000 حاجه تحصل. ودي حاجه مش كويسه ومش صحيه ومش ريسبكتفul ليا انا كبارتنر في البيت ده. فانت هتكومينيكيت بالحاجه بالظبط بترفلكت عليك ازاي في كل بقى ايا كانت بقى الحاجه، كانت نظافه، كانت مواعيد، كانت ضيوف، كانت برايفسي، كانت وات ايفر. دي طريقه من الطرق. في طريقه تانية ان انت بدل برضو ما تتكلم في الحاجه في وقتها او في لحظتها كده، لان ساعات الموضوع ده بيخلي الموضوع ياسكليت ويحصل تنشن غير مرغوب فيه، ان انت تطلب بقى ان انت تقعد مع الروم ميتس بتوعك او مع الشخص ده ميتنج مره واحده في الاسبوع، تتكلموا في كل الحاجات اللي حصلت الاسبوع اللي قبلها، بدل ما الموضوع يقلب مسجز ونوتيفيكيشنز وسكرين شوتس والموضوع يتحول لغرفه مراقبه. ميتنج كل اسبوع، تقعدوا نص ساعه تتكلموا في كل حاجه وتحاولوا ان انتوا واحده واحده. الموضوع مش هيجي من اول مره يا جماعه، برضو انت لما تعيش مع شخص مختلف عنك سواء بقى ثقافيا، تربيه، دين، كل حاجه، الموضوع بياخد وقت برضو عشان انتوا تتولفوا على بعض. لو انتوا الاتنين عايزين to make this work ومفيش حد هوبا يعني. فالميتينجز دي هتخليكوا to build ناحيه ان انتوا at some point توصلوا لحته انتوا مرتاحين فيها. المشكله بقى في لما يكون في
من اول 3 روم ميتس واكتر الموضوع بيبقى احزاب وتحالفات، وبيدخل الموضوع في مسلسلات هندي كده. ساعتها الموضوع الصراحة بيبقى اوت اوف كنترول شوية، لان انا كمان ام اسيومينج انه لو في 4 او 3 او 5 روم ميتس فممكن يكون سنهم صغير شوية، ممكن يكونوا في مرحلة الجامعة، مرحلة دراسة او كده، فالموضوع بيبقى فوضوي وكيوتك. وبجد بيبقى ساعات مفيش حل غير ان انت تستحمل وتبجح وتستنى اللحظة اللي انت تطلع منها من هذا الوكر. يعني ما فيش حاجة غير كده. بس على الأقل ان ده مش وضع يعني مدى الحياة، ده غالبا هيبقى وضع وقت مثلا فترة معينة في دراسة او فترة جامعية او كده، والموضوع بيتحسن برضو بعد فترة، لان مفيش حد عنده تولرنس يعيش مع 5 بني ادمين في بيت واحد، الا لو بيت بقى ما شاء الله كبير وفيه مساحة وكده وانتوا مش حاسين ببعض قوي في البيت، دي حاجة تانية. بس محدش بيستحمل يعني مفيش 5 بيستحملوا يعيشوا في شقة مثلا، صعب جدا يعني. مهما كان مع اني متخيله والله اصل الناس في امريكا بتعمل اي حاجه عشان يوفروا دولار واحد، بس اظن احنا كعرب وكمصريين ممكن ما نقدرش نعيش في الوضع ده. يعني انا عشت في وضع كنا 5 فيه في البيت بس 6 شهور وخلاص، كان الموضوع بجد صعب جدا. طيب هل يا نور في حاجات غير قابله للاصلاح؟ وهما يعني حاجات كتير شويه. اولهم السرقه. تاني حاجة النظافة، لو المعيار مش فكرة بقى definitions ومفاهيم، حد عنده مشكلة مش definition مختلف، لا حد عنده مشكلة، يعني هو واصل لدرجة من يعني مش عايزة اقول يعني مصطلح معين بس انتوا فاهمين، اللي هو الموضوع ما حدش يقدر يستحمله ايا كان ده ليفل نظافته فين. فكره التهديد بان حد مثلا يطردك من البيت او كده، ودي على فكره كومن قوي اكتر ما تتخيلوا، وانا شخصيا اتعرضت لها، دي حاجه برضو غير قابله للاصلاح. روح شوف مكان تاني. شخص بيهددك ان انت تطلع من البيت، ده شخص اولا لا يؤتمن، لا يؤتمن على الحاجات بتاعتك اللي موجوده جوه البيت، ولا يؤتمن عليك انت شخصيا. الشخص اللي غير ملتزم في دفع الايجار ده ممكن يلبسك، واعرف ناس اصحابي كتير جدا لبسوا بسبب ان العقد او الليس كان باسمهم، والشخص اللي معاهم قعد شهر ورا التاني ورا التالت، معلش الشهر الجاي اصل مش عارفه، اصل الشغل ايه، اصل الباي تشيك ايه، اصل ايه، وبعد كده خدوا حاجتهم وخلعوا وسابوا الشخص التاني متكوم عليه نص مبلغ ايجار بتاع مثلا 3 او 4 شهور، ممكن اكتر كمان، يعني على حسب ما اتذكر كانوا يعني ممكن 4 شهور. فده في الاخر بيبقى مبلغ يعني، ومبتبقاش انت عامل حسابك عليه كمان، بيبقى يعني كرسي في الكلوب حرفيا. اي حاجه بقى ليها علاقه بادمان، تعاطي مخدرات، ابيوز لاي نوع من انواع الاشياء، ريد فلاج، ارجوك اطلع او ارجوك يطلع من المكان ده. او الشخص ده بيدخل اشخاص غرباء على البيت بشكل متكرر او غير متكرر، غرباء تماما يعني مش اصدقاء، يعني هي مش بتجيب صحباتها البيت، هي بتجيب ناس اشكال غريبة او حاجات غريبة لاسباب غريبة برضو. red flag, get out of this house as soon as you can, it's not safe. الموضوع بقى مش فكرة احب ولا ما احبش، لا هو مش امان. حتى لو ما تقدريش تطلعي بكرة حطي exit plan يعني، ومن غير ما تقولي، اشتغلي في صمت لحد ما تلاقي المكان، ساعتها قولي لها والله انا فاضل لي 3 ايام وامشي، عشان بس تظبط هي حياتها وتعرف تجيب حد تاني. ده في الحاجات اللي هي الخطر قوي. انما لو حاجات بقى مثلا النظافه بتاع، ممكن تقولي لها قبلها باسبوعين بحيث ان هي برضو تلحق تجيب حد يلبس في الوعكه اللي هي فيها دي. فاتمنى تكونوا اتبسطتوا واستمتعتوا واستفدتوا اهم حاجه من هذا الفيديو، ولو عندكم اي اسئله ابعتوها على الانستجرام، حاجات ليها علاقه بالفيديو ده او بالروم ميتس او كده. بس يا جماعه فكره الروم ميت ده شريك سكن، هو حرفيا شريك سكن. عادي ان انتوا تختلفوا مع بعض، عادي ان يكون في اختلافات، عادي ان يكون في الحاجات دي كلها، والاهم بس الاهم من ده ان انتوا تكونوا عارفين تطلعوا من هذه الاختلافات بنتيجة او بحل، تعرفوا تتواصلوا مع بعض بشكل يخليكوا انتوا الاتنين بتوصلوا لحاجة، او بتبنوا طريقة تريحكوا انتوا الاتنين تعيشوا بيها، او انتوا ال5 وانتوا ال4 ايا كان عددكم. فهي مش فكرة ان الاقي حد زيي بالظبط، فكرة ان الاقي حد انا هعرف اعيش معاه بكل بساطة ونقطة. واشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله، واكتبوا لي مواضيع عايزين تتكلموا فيها، سواء ليها علاقة بامريكا، الغربة، السفر، السكن، اي حاجة، بس كل ليها علاقة بالتجارب اللي انا عشتها، لان انا فعلا مش بعرف اتكلم على اي حاجة الا الحاجات اللي انا عشتها.
اول حاجه بقى او توبيك لازم افهمه وادرسه قوي لدرجه ان انا اعرف اشرحه او اعرف اتكلم فيه. فانا دي مشكله عندي، مش بعرف اطلع اهري في اي هري وخلاص يعني. بس هحاول اعرف اطلع اهري في اي هري وخلاص، بس يكون هري مفيد برضو او بنوصل بيه الحاجه يعني. ودمتم سالمين.